نيجي النهارده لشرح الخدعه اللي انا عملتها لكم في الفيديو اللي فات. بعد ما الشخص بيفنط الكروت باي طريقه هو عايزها وتمشي على الكروت تخليه يختار اي كارت، ونفترض مثلا الكارت ده، كل اللي انا بعمله ان انا باجي بايدي الثانيه بعمل بريك على الكارت ده بالشكل ده كده. طبعا هو حافظ الكارت ده، بعد كده برجع الكروت كلها، فبالتالي انا عامل بريك هنا والكارت بتاعه هو التاني فوق البريك. تمام. بعد كده بقسم الكروت من عند البريك، فزي ما قلت لكم الكارت هيبقى التاني من تحت. بعمل ايه بقى في الحاله دي؟ بقول له انت كارتك لا هو اول كارت ولا هو اخر كارت. وانا بعمل كده بقدر اشوف ان ده 10 هارتس من غير ما ابص. يعني انت مش مطالب منك تعمل كده، انت بس بتسحب الكارتين كده اهو، تقول له اهم حاجه هم مش الكارتين دول، وكده انا شفت ان دي 10 هارتس. بعد كده بتاخد الكارتين دول تحطهم في نص الكروت بالشكل ده، وممكن كمان تقسم قسمه، فبالتالي الكارت هيبقى في النص لا هو فعلا فوق ولا هو في الاخر. تقدر تقرا افكاره وتقول له ان الكارت بتاعك كان 10 هارتس. تاني بسرعه، اختار اي كارت، احفظ الكارت ده كويس بالعلامه. هنا بريك، برجع بريك زي ما اتفقنا، بقسم كارتك لا هو الاول ولا التاني، كارتوكو كان 4 هارتس. بس كده. انا محمد جادو. لو بتعجبكم الخدعه اللي انا بنزلها ما تنساش تعمل لايك وتعمل لي فولو، ولو حابين السلسله دي اكتبوا لي تحت في الكومنتات وقولوا لي ايه رايكم في الخدعه، وجربتوها مع اصحابكم ولا لا، وظبطت ولا لا. ابعت الفيديو ده لصاحبك لو حابب تبهره. وبس كده، اشوفكم في فيديوهات تانيه كتير. سلام.